ماشي كل حلم كيتحقق، وماشي كل نجاح كيبقى ديما واقف على رجليه. في وسط الطموح كاين اللي كيتبدل، وكاين اللي كيشوف غير سلم باش يطلع. القصه ديال اليوم على شاب بدا من الزيرو، طلع طار ودار الثقه في ناس قراب ليه. لكن في نهار واحد كلشي تهرس، جثه مطروحه، دم في كل بلاصه، والسر دافين في دار مراتو الثانيه. شكون قتلو؟ علاش؟ وكيفاش الحقيقه خرجت للضوء؟ هادشي كامل غادي تعرفوه في قضية اليوم. السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قصة جديدة وقضية جديدة. القضية ديال اليوم غدينا لمدينة الدار البيضاء اواخر التسعينات. تما كان عايش سعد، شاب ذكي والطموح، جاي من عائلة متوسطة، ناس دراوش ولا قد الحال. سعد كان هو الولد الصغير في دارهم، متفوق في الدراسة وكيحلم يوصل لأعلى المراتب. الاب ديالو كان متوفي، ولكن لقى السند والدعم في عمه اللي كان كيعتبره بحال باه وكتر، حيت العم كان ظريف لاباس عليه وعنده مشاريع بزاف ديال الدول العربيه. هاد العام من اول ما شاف سعد كيجتهد في قرايته وعدو وعد كبير: كمل قرايتك وخذ الاجازه وانا غادي نوقف معاك في كل شيء، نخدمك ونعطيك بوست يليق بيك. العم وفى بوعده وخدم معاه سعد في واحد المنصب مهم، وكان كيراقبو غير من بعيد، كيتاكدوا واش ولد خو كيدير الخدمه كيف ما خاص ولا لا. سعد ما خيبش الظن، بالعكس خدم بجد وكيعتبر راسو بحال خدام في مالو ورزقو، لدرجه كان كيخدم حتى في شي شغال ما عندوش علاقه بيهم، غير باش يتهلا في شركات العم وكانها ديالو. نهار على نهار العم كيزيد يعز عليه سعد، حتى ولا كيعتبره بحال ولده، خصوصا انه ما عندوش الاولاد. هاد الخير اللي كان عايش فيه العم كان مقسمو غير مع مراتو وبنتو حنان، اللي كان كيديرها في العين ويخاف عليها من هو الطاير. مع مرور الوقت سعد حس براسو خصو يستقر، مشى عند الام ديالو وقال ليها بغيت نتزوج. الام فرحات، ولكن تفاجات ملي قال لها بلي ناوي يتزوج ببنت عمو حنان، هذيك البنت اللي عمو مكيخليش الريح يقرب ليها. الام ما عندها حتى مانع، ولكن السؤال واش العم غادي يرضى؟ الام مشات تهدر مع العم وتفاجأت ان حتى هو كانت عنده نفس الفكره في راسو. كان بغى يزوج بنته لسعد، ولكن كان حشمان يعرض عليه. ما عرفش واش سعد خاطب ولا موالف مع شي وحده. المهم كلشي داز مزيان. العم ما كانش كيهمو المال بقدر ما كيهمو يلقى ولد الناس يصون بنته. الخطوبه تمت بسرعه، وبعد فتره قصيره تزوجوا. سعد ما بقاش في المغرب، بل قاد ورقاته ومشى يعيش مع حنان في الامارات، وخدم مع العم في الشركات تما. هذا 2 شهور بزاف حتى حنان حملات، وفرحة العائلة كانت كبيرة، خصوصا العم اللي كان ديما كيحلم بالاحفاد. الطبيب نصح حنان ترتاح وتشد الفراش باش الحمل يكمل على خير. سعد تكفل بكل شغل الشركات بلاصتها، وحنان ركزت غير على صحتها. من بعد زاد الاول مولود وفرحة العائلة، ولكن حنان ما بغاتش تبغي، ولكن حنان مبقاتش كتبغي دير فترات طويله بلا ولادها. عارفه بلي الاب ديالها كيعجبو يشوف احفاده. في ظرف 6 سنين ولدات 3، 2 ولاد وبنت. من بعد 6 سنين على الزواج العم توفى، الاملاك كلها كانت في سمية حنان، ولكن سعد هو اللي كان كيتصرف في كل شيء. ما كانش كيهموش الاملاك مسجله في سميتو ولا في سمية مراته، حيت كان عارف انها غادي تبقى لولادو. الايام دازت، سعد ولا هو اللي كيسير الشبكه ديال الشركات في الامارات والدول العربيه. وسط هذا الاستقرار وقع التحول الكبير. سعد كان خاصو ينزل المغرب باش يوقع على صفقه كبيره. قال لمراتو غادي يبقى اسبوع ويرجع، ولكن وهو في المطار عينيه طاحت على واحد البنت. هاد البنت كانت زوينه، شدته من اول. قال لمراتو غادي يبقى اسبوع ويرجع، ولكن وهو في المطار عينيه طاحت على واحد البنت.
هاد البنت كانت زوينة بزاف، شداتو من اول نظرة. سعد اللي عمرو ما خان حنان وحتى فكر في شي مرة اخرى تزعزع. بدا كيقلب كيفاش يهضر معاها، وفعلا خدا الرقم ديالها وبداو على تواصل. ديك البنت شمات فيه ريحة الفلوس وعجبها الحال، بلا ما تعرف انه مزوج وعنده ولاد. وحتى من بعد ما عرفت بقات متشبته به. والسيد بالرغم من انه صارحها بكل شيء بغى يكمل معاها. سعد قرر يتزوجها بالسر بشرط تبقى العلاقة مخبية على حنان. هي قبلات وتزوجوا وسكنها في دار كبيرة بوحدها في المغرب باش يقدر يزورها بلا ما يشك حد. الشيفور ديالو حتى هو كان طرف في هاد السر، كيوصل لها اي حاجه وكيغطي على سعد. الايام بدات كدوز وسعد عايش حياته مزدوجه. مراته الاولى حنان في الامارات، ولادو الثلاثه، وحياته الراقيه مع الشركات والمشاريع. وفي نفس الوقت ضرة في المغرب، ساكنه في دار كبيره كتوصلها المصاريف والهدايا وكتعيش بخير بلا خدمه. غير ان العلاقه ما كانتش ديما سهله. حنان كانت مزيره بزاف على سعد، كتسولو على الدقيقه والثانيه، فين غادي ومنين جاي. بس سعد يلقى الفرصه يشوف مراته الثانيه، كان كيضطر يكذب على حنان، يقول لها انه مسافر لاغراض العمل غير باش يدوز ايام مع مراته الثانيه. هي في الاول كانت صابره، سعد كيعطيها المصاريف كيدوز عندها النهارات اللي يقدر. ولكن مع الوقت بدات كتبرد، بدات تبغي تشوفو كتر، خصوصا بعد العام ونص او العامين من بعد ما دازو على الزواج، وخصوصا من بعد ما داز على زواجو مع عام ونص او عامين. ما بقاتش تستحمل تعيش بوحديتها، والغيره والملل بداو كيلعبوا بعقلها. نهار من النهارات وهي راجعه من السوق شافت طوموبيل سعد واقفه قدام الدار، وحتى طوموبيل ديال الشيفور ديالو. فرحات، قالت في راسها اخيرا جاب له ما يعلمني، غادي ندوز معاه النهار. دخلت للدار فرحانه، ولكن ملي فتحت الباب تفاجأت بكارثه وسط الدار. لقات الجثه ديال سعد مطروحه على الارض وضربت رصاصه في دماغه، اخترقت حتى العين ديالو. وحداه الجثه ديال الشيفور حتى هو بضربه في جبهته. الدار كانت مقربله، الخزنه اللي في بيت الناس محاولين يفتحوها، والمعدات ديال الكسر مرميه حداها. تصدمات، او على الاقل هكا بينات. هزات التليفون واتصلت بالبوليس. رجال الامن جاو بسرعه، لقاو المشهد الصادم. جوج جثث، جوج فرادة حدا كل واحد، اثار محاولة السرقة وبصمات شيفور في المعدات والخزنة. النظرية الاولى الشرطة كانت واضحة، الشيفور دخل باش يسرق الذهب اللي قيمته كانت فوق 200 مليون. سعد جا ولقاه دابزو وكل واحد تيرا في الاخر حتى ماتوا بجوج. ولكن واحد الضابط اللي كان حاضر شي حاجه ما عجباتوش في القضيه، حاجه ما دخلاتش لعقله. من بعد ما داروا جميع المعاينات، خداو البصمات وصوروا كل شيء، رفعوا الجثه للطب الشرعي. التقرير اكد ان سعد مات مباشره من بعد طلقه في دماغه. الضربه ما خلاتوش يتحرك حتى 1 سنتيمتر. اما الشيفور ضربه جاتو في الجبهه وطاح من بعد ما تركل شويه، ولكن ما طال حاله. التحقيق بدا مع المرة الثانية اللي هي اللي بلغات، وقالت لهم انها كانت خارجه ورجعت لقاتهم ميتين. اكدت لهم ان الشيفور ما كيسكنش معاها، غير كيوصل لها السخره، وانها مزوجه بسعد في السر، حيث هو مزوج بمرأة اخرى اللي هي حنان، ما بغاهاش تعرف. مشاو حتى لعند حنان اللي الصدمه ديالها كانت مضاعفه. تصدمات بموت سعد وتصدمات كتر حيت عرفت بالزواج الثاني. حنان كانت شاكه فيه من قبل، ولكن مع عمرها تصورت انه مزوج في السر. وزيدون مات في دار مراته الثانيه. الشرطه سولوه واش عندها علاقه بالجريمه او دارت شي حاجه من باب الانتقام. قالت لهم انا شاكه فيه،
ولكن ما عمري ما نفكر نوصل لهنا، واللي عنده دليل يجيبه. القضية غادي تسد على أساس جوج تصارعوا ماتوا بجوج، ولكن الضابط اللي مرتاحش قرا التقرير ديال الطب الشرعي وشاف الصور ولاحظ حاجة خطيرة. جثة ديال سعد كانت متحركة من بلاصتها ب50 أو 60 سنتيمتر، والدم مجرور، مع أن التقرير كيأكد أنه ما كانش قادر يتحرك بعد الرصاصة. شكون حركو؟ الشيفور؟ مستحيل، حيت حتى هو مات في الحال. هاد المعطيات خلات الضابط يشك أن كاين الطرف الثالث في المسرح. رجع للبحث، مشى عند حنان وحقق معها بعمق. لقى أن الأملاك كلها في سميتها، يعني ما عندهاش مصلحة تقتل سعد، غير تجري عليه تكون سالات. رجع عند المرة الثانية، هاد المرة الأسئلة كانت مشحونة. طلب منها تجيب الملابس اللي كانت لابساها نهار الجريمة وبعثهم للفحص. النتيجة لقاو في هاد الملابس أثر رصاص، دليل أنها كانت حاضرة لحظة إطلاق النار. واجهها الضابط بالنتائج، إما تعترفي شنو وقع، وإلا غادي تشدي في القضية بوحدك. الضرة اللي كانت باقي متماسكة في هاد اللحظة طاحت ليها الأعصاب. اعترفت بكل شيء، قالت لهم أن السبب كامل بدا من الإهمال ديال سعد اللي كان كيخاف من حنان وما كيجيش عندها بزاف. بقات بوحدها وتعرفت على واحد العاشق جديد، ولات كتجيبو للدار، حيت عارفه بلي سعد نادرا ما كيجي. العاشق بدا كيوهمها بالحب والمعقول، ولكن كان طامع. عرف ان عندها دب قيمته كبيره وبغى يسيطر على كل شيء. بدا كيغريها باش تفارق مع سعد، باش تولي حره وتبقى ليه هو، وباش يوصل لهدفه. دبر معاها على خطه شيطانيه. بدات كتغري الشيفور ديال سعد، كتضحك معاه، كتقول لي انها معجبه به، وكتشكي لي انها ما بقاتش باغا سعد. قالت لي غير عاوني نخرجوا الدب اللي في الخزنه ونهربوا. الشيفور كان نيه، جاب المعدات، بدا كيهرس الخزنه. هي في هاد الوقت اتصلت بسعد، قالت له بلي الشيفور داخل البيت كيهرس الخزنه، بغى يسرق الذهب. سعد اللي كان معروف كيمشي بالسلاح ديالو، جاكيطير، غير دخل خرج ليه العاشق من الكمين وسير على الشيفور مباشرة. 3 طلقات طيحوه. الشيفور اللي ما كانش فاهم اللعبة، سعد غير دار وتيراو فيه حتى هو وطاح. نط في المسرح ديال الجريمة، داروا الفرديات والبصمات باش يبان ان كل واحد قتل الاخر، وخرجوا. هي خرجت للسوق باش دير سيناريو. كنت برا ورجعت لقيتو ميتين. اتصلت بالبوليس وكملت التمثيلية. في الأخير بعد الاعترافات تم القبض على الضرة والعاشق ديالها، بجوج تحكم عليهم بالإعدام. واش تنفذ ولا لا الله أعلم. القضية بقات عبرة. سعد رغم الطموح والنجاح، طمع التعدد السري جروه للهلاك. الزوجة الثانية اللي كانت باغا تستغل الموقف تفضحات وتخسرات حياتها، والعاشق اللي لعب بالنار تحرق معاها. المهم هنا القصة ديالنا غتكون سالات، ومبقى لي غير نقول لكم بسلام عليكم.